قبل ما نبدأ عايز أسألك سؤال يمكن عمرك ما واجهته بصراحة. انت متعلق بالشخص ولا متعلق بالشعور اللي كان بيجيلك معاه؟ لو السؤال ده هزك يبقى الحلقة دي ليك. التعلق مش ضعف، التعلق احتياج مؤجل، احتياج ناقص ولقيت حد سد مكانه. احنا مش بنرتبط بالناس، احنا بنرتبط بالإحساس اللي بنعيشه معاهم. أمان، اهتمام، كلمة حلوة، وجود. عشان كده لما الشخص بيبعد الوجع بيبقى أكبر منطقيا من اللي حصل، مش لأنك بتحبه قوي، لكن لأنك خايف ترجع لنقص قديم عندك. خليني أقولك 3 حقائق مهمين جدا. أول حاجة، انت مش متعلق بالشخص، انت متعلق بالراحة اللي كنت بتحسها جنبه. 2، العقل لما بيخاف بيتمسك بأي حاجة تحسسه انه مش لوحده. 3، التعلق مش حب، التعلق وجع لبس لبس علاقة. طيب نعمل ايه؟ هقولك 3 خطوات بسيطة تساعدك تفهم نفسك اكتر. 1، اسأل نفسك، انا فقدت الشخص ولا فقدت احساس؟ لو الاحساس يبقى الشفا جواك مش من عنده. 2، افتكر العيوب مش اللحظات الحلوة بس، عقلك دايما بيجمل الصورة وانت محتاج تشوف الصورة كاملة. 3، رجع وقتك ليك حتى لو 10 دقايق، مشي، كتابة، موسيقى هادية، قراءة قرآن، اي حاجة بتحبها ترجع بيها لنفسك. التعلق مش عيب، التعلق رسالة بتقولك ان في فجوة جواك محتاجة تتسد، ومش لازم تتسد بشخص. شكرا انك سمعت الحلقة، ولو الكلام لمس حاجة جواك افتكر دايما انك تستحق علاقة فيها امان مش خوف.